السلام عليكم فاميلا الدارين الناس الزوينين، مرحبا بكم في روسيا. الدراري اللي بغاو يجيو قرايه ولا بغاو يجيو خدمه ولا بغاو يجيو فيزا بيزنس، انا نشرح لكم نقطه بنقطه بنقطه. نبداو اول حاجه على الدراري اللي بغاو يجيو دراسه. الدراري اللي بغاو يجيو دراسه لبيلاروسيا ضروري خص يكون عندك مصاريف الجامعه ومصاريف العموله ديال المكتب والمصاريف ديال كلشي باش تعيش هنايا هاني ومرتاح. وباش تكون في بالك الاقامه ديال الدراسه، راه تقدر تخدم سيدي حتى بها، تقدر تخدم في كايوسي، تخدم في كلوفو، تقدر تخدم في اي حاجه، يعني تقدر تقرا وتخدم في نفس الوقت. وهذا الشيء وحاجه اخرى ما نساوهاش بالنسبه للعمر ديال القرايه، الدراري راه تقدر تجي من 18 عام باش تقرايا من 18 عام. نعطيك اسيدي حنايا حتى 26 سنه، كاع اللي عندهم 26 سنه يقدروا يجيو يقراو في بيلاروسيا. وحاجه اخرى، والكلمه المشهوره اللي ما عنده فيزا عنده المعيدي واللي خرج في الطب سالينا. وبالنسبه للاعمار ديال السياحه وفيزا بيزنس، خص يكون العمر ديالك بين 27 سنه حتى 35 سنه، ولا نقولوا سيدي حتى 40 سنه ما عندكش مشكل. وباش تكون نسيناش الدراري، راه حنا الوحيدين اللي كنجيبوا بالدبلوم تاع التكوين المهني اللي هو ديال ليسطا، ولا كتقولوا الليسطيه، حنا الوحيدين اللي كنجيبوا به. ولا عندك الباك، حتى الباك كلا ما كانش عندك، كان عندك نيفو باك كنجيبوك. واسيدي الا ما عندك اسيدي حتى الباك غنجيبوك اسيدي لهاد بيلاروسيا. وعنده ما تحسدش، واللي ما عنده فيزا عنده المعيدي. وبالنسبه للناس اللي بغاو يجيو فيزا بيزنس ولا فيزا سياحه، حنا دابا يعني خدامين مع شركات كاينين في السعوديه وفي روسيا على قبال الناس اللي بغاو يجيو لبيلاروسيا. يعني كمثال انت طلعتي فيزا بيزنس وباغي تحل شي شركه هنا ولا بتحلها في بيلاروسيا وقلتي اجي بغيت نحلها في بيلاروسيا، عندنا شركات في بيلاروسيا تقدر تعاونك حتى في روسيا. وكاينين شركات اللي الناس كاينين في روسيا ونقدروا نعاونوهم حنا هنا في بيلاروسيا. يعني راه ما كاين حتى مشكل. وهذا الشيء بالنسبه للمغاربه والعراقيين والسعوديه والاردن ومصر، يعني كاع الدول العربيه. ونتمنى ربي يوفق الجميع يا رب.